يعني للصراحة النساء ما إلهن دور مؤثر بالإعلام، بعدين من إمتى كانوا بهالمجال ما صرنا زمان شايفينهم فيه؟ يمكن كتير منا سمع هالكلام وبيضل عقله مقتنع إنه النساء ما إلهن دور مؤثر بالإعلام أو إنه دورهن حديث نوعا ما، بس الحقيقة مختلفة تماما. فالسوريات إلهم إيد بالإعلام من زمان كتير. فكيف بلشت القصة؟ بلشت من ماري عجمي، وهي من أوائل الصحفيات السوريات وأول امرأة أصدرت مجلة نسائية بسوريا، مجلة العروس. وهالشي صار ببداية القرن العشرين، وهالمجلة تميزت عن غيرها لأنها ما كانت للقراءة بس، بالعكس تماماً كانت مساحة وعي، وحكت عن تعليم المرأة وحقوقها ودورها بالمجتمع. بوقت هالخطوة كانت جريئة جداً، يعني ببساطة ماري ما كانت عم تكتب، كانت عم تغير طريقة التفكير. والأهم من هيك إنها ما وقفت هون، اشتغلت بالصحافة وبالتعليم، وكان لها دور فكري واضح ببناء وعي نسائي مبكر بسوريا. وهذا الحكي بيثبت شغلة، إنه الإعلام النسائي بسوريا مو شي جديد، بل له تاريخ عميق وجذور قوية. وهلأ خبروني، كنتوا بتعرفوا ماري عجمي؟ وخبروني عن شخصيات تانية بتحبوا نحكي عنها.